أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. رب اجعل هذا البلد آمنا. صدق الله العظيم. أيها السادة أيتها السيدات، السلام عليكم. بعد أن تكلمنا سابقا عن الحدث الرياضي الثوري والذي انتهى باغتيال الخائن علي جكال أمام رئيس جمهورية فرنسا في 26 ماي 1957، لن نغادر هذه السنة أي سنة 1957 حتى نعيش حدثا رياضيا ثوريا آخر، لكنه غريب وغريب جدا. نحن في الولايات المتحدة الأمريكية، وبالضبط في قاعة الملاكمة التي تتسع لآلاف من المتفرجين. الأمريكيون الآن يهتفون بحياة الولايات المتحدة الأمريكية. USA USA USA. إنها المنازلة في الفن النبيل بين هذا الأمريكي أمام جمهوره وفي عقر داره والجزائري شريف حامية. لكن شريف حامية اليوم ينازل تحت الألوان الفرنسية، لأن فرنسا ما احتلتنا آنذاك، وتبدأ الجولة الأولى ثم الثانية ثم الثالثة. السيطرة واضحة للملاكم الجزائري شريف حامية. الآن صمت رهيب في القاعة، لا صوت إلا لصوت اللكمات التي يوجهها شريف حامية للملاكم الأمريكي، وتتواصل الجولات. لكن 10 دقائق قبل نهاية النزال، شيء غريب، شيء عجيب، بعد عودة الملاكمان وعودة الملاكمان إلى الحلبة، شريف حامية فتح يديه وترك المبادرة للملاكم الأمريكي الذي لم يؤمن بماذا جرى. الآن الملاكم الأمريكي هو المسيطر، وعادت الأهازيج وعادت التشجيعات الأمريكية. USA USA USA. الملاكم الفرنسي الملاكم الأمريكي هو المسيطر الآن. شريف حامية لا أقول في وضعية الدفاع، بل فاتح يديه وترك المبادرة للملاكم الأمريكي، وانتهت المنازلة، وفاز الأمريكي، وصعد العلم الأمريكي، ودوى النشيد الوطني الأمريكي، وبقي السر سرا حتى بعد سنوات وسنوات وبعد الاستقلال الجزائر، فأفشى الملاكم شريف حامية السر، وكيف انهار في الوقت آنذاك 10 دقائق قبل نهاية المنازلة. فقال: تقربت مني امرأة قالت له: إني جزائرية، أنت فائز، لكن عليك أن تعلم بأن العلم الفرنسي هو الذي سيصعد، والنشيد الوطني الفرنسي هو الذي سيعزف. وهكذا غير شريف حامية في المنازلة، وترك المبادرة للأمريكي حتى لا يصعد ولا يعزف النشيد الوطني الفرنسي. باع شريف حامية، وسمح في الشهرة، وسمح في المنحة، وسمح في التاج العالمي، وكأنه يقول: والله ما يطلع علم فرنسا على ظهري. السلام عليكم.